انا اقول لك على حاجات لازم تكون عارفها وبتعملها عشان تسوق بي ام اكس وبتعمل حركات. ازيكم يا بروز، عاملين ايه؟ معاكم خالد دايما. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن ازاي تسوق بي ام اكس اوريجينال مش بي ام اكس نيجر، عشان في فرق كبير. فركز معايا يا برو لو انت ما تعرفش حاجه عن سواقه البي ام اكس او ما ركبتهاش قبل كده. معلش بس يا جدعان، عندي برد شديد او حاجه ثانيه مش عارفين، الله اعلم. طبعا قبل ما نخش الفيديو، لو عايز تشتري عجله بي ام اكس انزل على الصفحه اللي في الديسكربشن. طبعا انت مستغرب بتسال نفسك ازاي تسوق بي ام اكس. طب ما البي ام اكس دي عجله عاديه زي بقيه العجل. هقول لك لا يا صاحبي، البي ام اكس مش عجله عاديه زي بقيه العجل خالص. البي ام اكس عجله مختلفه عن بقيه العجل تماما. الفيديو موجه للناس اللي ما ركبتش بي ام اكس قبل كده او ركبتها بس ما تعرفش اي حاجه عن سواقتها، والفيديو ده من سلسله ايه هي البي ام اكس للناس اللي ما تعرفش اي حاجه عن البي ام اكس خالص، وده بلاي ليست لوحده في التشانل. انا اقول لك على حاجات لازم تكون عارفها وبتعملها عشان تسوق بي ام اكس وبتعمل حركات. يلا بينا نخش في صلب الموضوع. اول حاجه لازم تكون عارفها، ودي غريبه لبعض الناس، انت ما بتبدلش وانت قاعد، او يعني معظم تبديلك بيبقى وانت واقف. انت تقعد على الكرسي في منازل عايز تريح تعبان قوي، لكن معظم تبديلك 95% من تبديلك كله وانت واقف، لانك لما بتبدل وانت قاعد على الكرسي التبديل بيبقى صعب ومش مريح غير لما تبدل وانت واقف. فالكرسي ده زي يعتبر للراحه بس، لكن كل تبديلك بيبقى وانت واقف مش وانت قاعد. دي حاجه مهمه جدا جدا. انا ساعات بقعد على الكرسي في منازل، لما كنت تعبت قوي ببدل وانا قاعد شويه، لكن كل تبديلك وانت واقف. ودي اكتر حاجه بتصدم الناس، ايه ده الكرسي ده ملوش لازمه، انتوا بتعملوا بالكرسي انتوا حاطينه زينه. فديك عرفت. نيجي للسواقه ذات نفسها. وانت سايق يعني ما تكونش مكفي على العجله. طبعا انت هتكون واقف فما تكونش مكفي كده واكنك لسه واحد بيتعلم تركب عجل، لا عادي، خليك واقف فارد ظهرك. لما تكون متقل او متنشن كده لقدام، وزنك كله لقدام، فانت مش هتعرف تسحب اي حاجه لورا وهتكون مش متزن قوي. فانت لا، خليك عادي وافرد ظهرك، ما تكونش مكفي. وهتلاحظ الحاجه دي واحد لسه اول مره يركب بي ام اكس او ما عندوش كنترول عليها قوي، هتلاقي كافي لنفسه قدام كده. الفرامل، ودي برده حاجه بتصدم الناس. البي ام اكس من غير فرامل يا جماعه عادي جدا، بنفرمل ونحط رجلينا في الكاوتش هنا. اي نعم الجزمه بتبوظ والكاوتش بيبوظ وكل حاجه بتبوظ، بس لا مش هنركب فرامل. هو كده كده لو انت اشتريت عجله بي ام اكس جديده كومبليت بيجي معاها فرامل واحده ورا، واغلب الناس بتشيلها. لكن لو تشتري عجله مستعمله، عجله من اي حته، استحاله تلاقي معاها فرامل. وانت ممكن تركب فرامل لو عايز، بس احنا بنتضايق منها يعني عشان هي بتبقى محطوطه هنا، فممكن اعمل برسبين مثلا ايدي تخبط فيها، فاحنا بنشيلها وبنفرمل في الكاوتش. اي نعم دي حاجه مكلفه ومتعبه جدا، بس احنا بنحب كده. لو انت مش بتحب فكره انك تفرمل بالكاوتش دي خالص، فانت عادي ممكن تحط فرامل كمان، بالذات لو انت لسه ما عندكش كنترول قوي على البي ام اكس او بتمشي في شوارع فيها عربيات ووالدتك خايفين عليك، فانت لا، سيب الفرامل عادي جدا. هنيجي بقى لوقفتك على العجله وانت بتعمل حركات، ودي حاجه مهمه جدا. لو انت ايمن بتشوت برجلك اليمين، هتحط رجلك اليمين هي اللي قدام وهتلف الناحيه دي. لو انت اشول هتحط رجلك الشمال اللي هي اللي قدام وهتلف الناحيه دي. وبتحط البيجز الكوبايات ناحيه الرجل اللي قدام. يعني لو انا ايمن هحط الكوبايات ناحيه اليمين، لو انا اشول هحط الكوبايات ناحيه الشمال. دي حاجه مهمه جدا عشان تكون عارف، عشان ما ينفعش تلعب وانت رجلك معكوسه والكلام ده، لا لازم تكون رجلك مظبوطه. ثانيا لو انت واحد لسه شاري عجله بي ميكس، قبل ما تفكر انك تعمل حركات وداخل عايز اعمل ونيتي وعايز اعمل 6 وعايز اعمل بني وعايز اعمل بس هي ايه؟ هو هيصل في الكلام ولا ايه؟ مش هيصل في الكلام. هي مش كده، هي مش كده يا حبيبي، بالراحه، واحده واحده. لازم يكون عندك كنترول على العجله. البي ميكس مش كلها حركات، مش كلها حركات، في كنترول. الكنترول ده عامل مهم جدا جدا جدا. فانت لو جبت بي ميكس ما تستعجلش على الحركات، اتعود عليها، اركبها شويه قبل ما تعمل حركات، خد كنترول عليها، بعد كده ابدا اتعلم حركات. لكن مش اول ما تجيب انا عايز اطير، لا يا ابني هي مش كده، هي واحده واحده هتبقى 100 100. ودول كانوا كام معلومه مهمه لازم تكون عارفهم قبل ما تلعب بي ميكس. اتمنى تكون استفدت. لو عايز تسال في اي حاجه اكتب في التعليقات تحت، لو عايز اي فكره فيديو اكتب في التعليقات تحت برده، ولو عايز تشتري عجله بي ميكس انزل على الصفحه اللي في الديسكربشن. ما تنساش تعمل سبسكرايب، عشان لو عملت سبسكرايب يعني هزعل منك بجد، ولايك اكيد. سلام يا بروز.